افتتح الأمير عبد المتين من بروناي وأنيشا إيزا كالبيتش موسم الزواج الملكي في عام 2024. حتى الآن كان أبناء سلطان بروناي يتزوجون من أفراد من سلالات ملكية نبيلة، لكن الأمير عبد المتين قرر الزواج من فتاة من خارج العائلة الملكية، ووافق والده على الزواج. لماذا قام السلطان باستثناء مع من كانت أنيشا على علاقة قبل أن تلتقي بالأمير؟ ومزيد من الحقائق عن زوجة الأمير التي لم تكن تعرفها بالتأكيد. شاهدوا الفيديو حتى النهاية لمعرفة كل هذا. لنبدأ. ولد الأمير عبد المتين في عام 1991 لأميرة بروناي الثانية مريم عزيز. هو الابن الرابع للملك، لذا فهو ليس ولي العهد، ومع ذلك اختار الأمير تعليما يتعلق بالإدارة السياسية. حصل على درجتين في لندن في السياسة الدولية والعلوم السياسية. من المثير للاهتمام أنه قبل الحصول على شهاداته تمكن عبد المتين من أن يصبح عسكريا محترفا. خدم أولا في الجيش البروني، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في إنجلترا، ثم أخذ استراحة للدراسة في الجامعات. بعد ذلك خدم في سلاح الجو الملكي البريطاني وأصبح طيارا عسكريا متمرسا. عندما بلغ الأمير 30 من عمره واصل تعليمه العسكري في إنجلترا في مركز تدريب الكوماندوز البريطانيين الشهيرين القبعات الخضراء. كان والده السلطان بلقيه فخورا جدا بابنه لدرجة أنه قدم له القبعة الخضراء شخصيا. خلف واحد من أكثر الرجال الأكثر جاذبية على الكوكب، عشرات القفزات بالمظلات ومهارات القتال اليدوي. في عام 2022 بدأ الأمير مسيرة دبلوماسية. هو ممثل بروناي في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا. عبد المتين أيضا لاعب محترف في لعبة البولو. فاز الفريق الوطني البروني الذي كان الأمير جزءا منه مرتين بالميداليات البرونزية في البطولات الآسيوية. كان عبد المتين يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في الفريق، ولم يمنحه المدربون أي تفضيل. تم الاعتراف بالأمير عدة مرات كواحد من أكثر العرسان جاذبية على الكوكب، لكن في الأمور العاطفية كان متواضعا بشكل ملحوظ. هذا أمر مفاجئ بشكل خاص بالمقارنة مع القصص العاطفية لوالده السلطان بلقيه، أي ذكر للمغامرات الرومانسية للأمير غائب في الصحافة. يبدو أن عبد المتين قضى كل طاقته حتى سن 30 في دراسته وخدمته العسكرية، لكن في خريف عام 2023 كانت ملايين الفتيات اللواتي يحلمن بالزواج من أمير على موعد مع خيبة أمل. أعلن السلطان بلقيه عن زواج ابنه البالغ من العمر 32 عاما عبد المتين. من هي الفتاة المحظوظة التي نجحت في سحر العازب الذي لا يمكن الوصول إليه؟ أنيشا إيزا كالبيتش هي فتاة متعلمة تعليما جيدا من عائلة نبيلة في بروناي. هي حفيدة الأرستقراطي المؤثر بهينداتو إيزا الذي يعمل كمستشار خاص لسلطان بروناي. في وقت من الأوقات أسس أكبر شركة طيران في البلاد، خطوط رويال بروناي الجوية، وهو مالك مشارك لها. ورثت أنيشا ملامحها الجذابة من والديها. إنها مزيج من الدماء الآسيوية والأوروبية. والدتها مريم إيزا بارونية، ووالدها آدم كالبيتش كرواتي. منذ سنوات مر والداها بطلاق عالي الشهرة ومليء بالفضائح لن يتمكنوا من الحفاظ عليه خلف الأبواب المغلقة. ادعت والدة أنيشا في المحكمة أن زوجها أساء إليها جسديا خلال 19 عاما من زواجهما. لسنوات كانت تطالب بالطلاق، لكنه كان يرفض باستمرار. لدى أنيشا 3 أشقاء، دانيال، مارينا، وأدريس. بالمناسبة يعتبر شقيقها دانيال صديقا مقربا للأمير عبد المتين، يشتركون في هواية لعب كرة القدم. تخرجت أنيشا من جامعة باث المرموقة في إنجلترا في نفس الوقت تقريبا الذي كان فيه عبد المتين. حصلت على درجة في الاقتصاد وتدير عدة شركات كبيرة. تمتلك الفتاة سلسلة من
بيوت الأزياء سيلوكي كوليكتيف، وتنتج خطها الخاص من الملابس العصرية. ونيشا مع صديقتها المفضلة أسست شركة سفر دولية أوثنتينيراري. زوجة الأمير تحب الطهي وتدير حتى مدونة على انستغرام حيث تنشر إبداعاتها الطهوية. يبدو أن حبها للطهي غرسه فيها والدها آدم كالبيتش الذي يمتلك سلسلة مطاعم فراتيني. بالمناسبة شقيق أنيشا دانيال أيضا مشارك في مجال المطاعم، أسس سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ذا بوتاتو هابيت. تعرض الأولاد لصناعة المطاعم منذ طفولتهم واكتسبوا معرفة عملية لا تقدر بثمن. تعرف قصة لقاء أنيشا والأمير عبد المتين في كل أنحاء بروناي. الحقيقة أن العروسين المستقبليين التقيا عندما كانا طفلين، حيث كانت عائلة السلطان بلقيه وجد أنيشا ودودين. عندما كانوا مراهقين كانوا يقضون الوقت معا في الحفلات المختلفة. كانوا أصدقاء جيدين ولم يكن هناك علاقة جادة بينهما آنذاك. على الإنترنت يمكنك العثور على صور لنيشا مع صديقها السابق دانا بومان الذي كانت على علاقة معه في ذلك الوقت تواعدا لسنوات عديدة، ولكن بعد ذلك افترقت طرقهما. كانت أنيشا تملك حسابا على انستغرام لكنها حذفته بسبب تدفق المنتقدين، لكن الصور مع صديقها السابق انتشرت بشكل كبير. بدأت العلاقة الجادة بين أنيشا وعبد المتين في عام 2018 عندما كانا يدرسان في إنجلترا. كانا يلتقيان كثيرا كزملاء بلد في بلد آخر. تدريجيا نشأ حب حقيقي من الصداقة، خاصة لأن الفتى والفتاة كانا يشتركان في اهتمامات مشتركة. من الغريب أن أنيشا مهتمة جدا بكرة القدم، وعبد المتين أيضا يحب لعب الكرة. يفترض أنه في عام 2020 تطورت العلاقة بين الشاب والفتاة إلى علاقة رومانسية. على أي حال، منذ ذلك الوقت بدأ يظهران معا في الحفلات الاجتماعية حيث تصرفا كعشاق. تساءل الكثيرون عما إذا كان الأمير سيتزوج أنيشا، لأنه ظهر معها حتى في حفل زفاف شقيقته. أخيرا في عام 2023 تم الإعلان رسميا عن زفاف الأمير عبد المتين وأنيشا إيزا كالبيتش في بروناي. أصدر سلطان بروناي مرسوما ملكيا يأمر الشباب بالزواج رسميا. على الرغم من أن أنيشا ليست من الدم الملكي، أعطى السلطان موافقته على الزواج. ربما لعبت محبته الخاصة لابنه الأصغر دورا، والجدير بالذكر أن حاكم بروناي نفسه تزوج مرتين من فتيات من غير الدم الملكي. كلما كانت علاقة عبد المتين وأنيشا مختبرة بمرور الزمن، وتعتبر الزوجة مثالية تقريبا. تم تحديد موعد الزفاف في يناير 2024، وحجمه لا يقل عن حفلات زفاف أبناء السلطان الآخرين. في الصحافة تم تسمية هذا الزفاف بالزفاف الملكي لهذا العام. يستمر الاحتفال لمدة 10 أيام، ويتم مراعاة كل تقاليد البلاد. أولا، يقوم الأمير عبد المتين بالاقتراح الملكي للعروس، يتبعه حفل عقد النكاح وهو زواج رسمي حسب التقاليد البرونية. سينتهي بحفل استقبال ملكي فاخر، حيث تمت دعوة أكثر الأرستقراطيين نبالة في العالم. سيبلغ الزفاف ذروته بموكب يقوده العروسان عبر عاصمة بروناي، بندر سري بكاوان. من المتوقع أنه بعد الزفاف ستنخرط أنيشا كزوجة للأمير في الأنشطة الخيرية والدبلوماسية. من الممكن أنه نظرا لمواهبها الاقتصادية سيتم تكليف السيدة بمنصب مهم في وزارة أو شركة حكومية كبيرة. نتمنى أن تعيش هذه الزوجة الجميلة حياة طويلة وسعيدة دون التورط في مؤامرات القصور والخيانة. اشترك في قناتنا حتى لا تفوتك الأهم.